السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم على أسود القاعة. المنتخب المغربي للفوتسال أمامه مباراتين وديتين أمام منتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا طبعا اللي هو ثالثا عالميا، ومنتخبنا السادس عالميا. عندنا مباراة غدا إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب. هتكون المباراة الأولى يوم 19 الأحد، وفي عندنا مباراة تانية يوم 21 الثلاثاء بنفس التوقيت. منتخبنا طبعا يعني هقول لكم تاريخ مواجهات المنتخب المغربي امام منتخب اسبانيا. في كأس العالم 2012 هزيمة 5-0، كأس العالم 2016 4-3 لاسبانيا، ودية 2024 4-2 لاسبانيا، لكن اخر وديه تفوق واكتساح لمنتخبنا المغربي على اسبانيا بنتيجه 4-1. ومن هنا ورايح ان شاء الله المنتخب المغربي هيحط على المنتخب الاسباني. حصيله مباريات المنتخب الوطني داخل القاعه خلال 2025: قدر يتغلب على طاجيكستان بنتيجه 7-4، ايضا مباراه امام منتخب الصين بنتيجه 8-0، ثم مباراه اخرى امام منتخب الصين 8-0 اخرى، ثم فوز على البرتغال اللي هو ثاني العالم بنتيجه 6-3، ثم فوز على تشيلي بنتيجة 5-3، ثم فوز هزيمة وحيدة من الأرجنتين بنتيجة 2-0. طبعا الكابتن هشام الدقيق صراحة عمل شغل كبير مع منتخبنا المغربي للفوتسال. طبعا الترتيب العالمي: البرازيل في المقدمة، البرتغال مركز ثاني، اسبانيا مركز ثالث، الارجنتين مركز رابع، ايران مركز خامس، منتخبنا المغربي سادس، روسيا سابع، كازاخستان ثامن، اوكرانيا تاسع، وفرنسا عاشر. اتمنى كل التوفيق لمنتخب المغربي امام منتخب اسبانيا، لان ده طبعا هيكون صالح منتخب باذن الله في حاله الفوز، يعني يكون تقدمه في الترتيب العالمي. والله التوفيق ان شاء الله لوصول القاعه. شكرا لحضراتكم، وكل التوفيق ايضا لمنتخبنا الشباب باذن الله، وحصوله على كاس العالم للشباب ان شاء الله امام الارجنتين. شكرا لحضراتكم، شوشوا اللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.